حكم مصري يقتل آمال فريق بالكامل. رقم قياسي جديد لنادي الزمالك في بطولة الكأس لم يحصل عليه أي فريق مصري قبل ذلك. اتحاد الكرة يحارب نادي الأهلي من جميع الاتجاهات. مشكلة القمة لا زالت على الطاولة. تابعونا عشان تتفرج على آخر الأخبار إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا في كل مكان. في البداية كده بنصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ولو ما عملتش سبسكرايب انزل عندك السبسكرايب تحت واللايك الجنب التاني وشير عشان نوصل لأكبر عدد من الجماهير بإذن الله. في حلقتنا النهاردة بندعو بالرحمة لأحمد فتحي سليمان مشجع نادي الزمالك الذي وفاته المنية أثر تعرضه للمرض لوكيما. ربنا يجعل يا رب مرضه في ميزان حسناته، وبندعو لأهله بالصبر والسلوان. بعد كده بنقول لكابتن حازم إمام ربنا يشفيه يا رب ويقوم بالسلامة بعد تعرضه لكورونا. كابتن محمد شريف ربنا برضه يقوم بالسلامة أحد إصابات كورونا. نقول النهارده لكابتن عادل القاي ألف حمد لله على السلامة لخروجه من المستشفى هو والسيدة حرم. لو كده اتكلمنا كده عن شوية فنيات في مباراة الزمالك، هو الحكم ظلم الزمالك في جون واحد بس، جون كاسونجو كان في بداية المباراة، ومن ساعة ما ظلم الزمالك في الجون ده وعينك ما تشوف غير طول الوقت جاي على فرقة مصر. فرقة مصر طبعا بتلعب الزمالك وهو مطرود منه واحد إمام عاشور في الدقيقة تقريبا 60. جايين على الحكم قوي، تطاولوا عليه بالكلام والزعيق والنرفزة. الحكم للأسف شخصيته ضعيفة جدا 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 ولا يملك لنفسه شيء أصلا. خلى المباراة تتحول إلى يعني مش قادر أقول إيه، يعني هي مش مباراة. لو هي كانت هتمشي كده يعني كان المفروض إنه يقعد في بيتهم بقى والفار اللي يحكم، يعني مش كل كورة هنتجه للفار كده بنوتر لعيبة الجانبين. عامة أنا بتكلم عن شخصية الحكم غير ظلم نادي مصر. يعني انت مثلا نادي مصر كان في كوره بعد الهدف بتاعهم على طول هو صمم ان هم يتعادلوا نادي الزمالك. كان في كوره بعد كده مصطفى محمد بيحجز عليه وبيكلمه. طبعا ده المفروض ان اصلا اللعيب ما يلمس الحكم، اسف يعني في اللفظ، هو سوء اخلاق وسوء ادب من الحكم ان هو ما احترمش نفسه اولا. يعني تاني حاجه لو جينا اتكلمنا كان في كوره بعد الهدف برضه لكابتن زيزو بعد ما زعل الحكم ابتدى يقلق منه شويه وابتدى يخاف منه كعاده الحكام المصريين. يعني كوره جايه له فراح جاي موقفها بايده. دي واقعه ثانيه. الواقعه الثالثه بقى ان كان في كوره لكابتن مصطفى محمد كانت اوفسايد وباينه وواضحه وضوح الشمس وما حسبهاش، وحكم الرايه واقف يضحك مفيش مشكله. يعني حكم الرايه ده اللي هو في الشوط الاضافي الثاني كان فيه اوفسايد ومش واضح جدا يعني على الزمالك وحسبه. يعني الاوفسايد كان فيه شك وحسبه والاوفسايد صحيح. الاهداف طبعا احنا مش هنقدر نتكلم عليها. بالنسبه لاداء اللاين زمان فيهم اللي هو بيحاول ان هو يساعد الحكم في فساده في الماتش دوت، واسف اقول ان هو فساده ممكن يكون مش متعمد لانه هو فقد الثقه في نفسه. بنتاسف له طبعا، احنا بنحلل اداء كروي. بالنسبه للحكم هو بوظ الماتش كان فيه حماس جامد جدا، وبعد الهدف نادي مصر الصحيح حصل ان الماتش سخن جدا، وهدف بتاع اسامه فيصل هدف جميل طبعا من اللاعب، ولو انها كانت كوره سهله في نص الجون كان ممكن حارس المرمى يصدها. بعد كده ابتدى الموضوع يزيد شويه مع حكم المباراه الى ان جاب الزمالك الهدف الثاني. الحكم لدرجه ان كان في لعيبه واقعه في الارض والحكم مش شايفها او مش عايز يوقف الماتش عشانها. في المقابل كابتن جنش راح غير الجلافز بتاعه وغير الستارز بتاعه، كان ناقص يغير الهدوم بتاعته الداخليه بالمره، ولا الحكم شايف وعادي وساب له فرصه واداله وقته. الهدف جاي في الدقيقه 107 مفيش مشكله. تعليق على الحكم وليد ده 3 دقايق وقت بدل ضايع في الشوط الثاني الاخير اللي ما بقوش 5 مثلا. تمام، هو المفروض 5 دقايق لان كابتن محمود جنش عقبال ما غير وعمل القصه اللي هو بيعملها ديت كان اخذ وقت كبير طبعا. دقيقه ونص عوضها يا عمي، خليهم 5 دقايق.
مع تضييع الوقت برضو لعيب مصر. بالمناسبه يا جماعه، نادي مصر اخر مره هيواجه الزمالك ويواجه الظلم التحكيمي لانه اتغير يبقى نادي زد. الحاجه الثانيه اللي عايز اقولها ان كان في السنه اللي فاتت برضو مشكله قدام نادي سموحه، وللاسف برضو تعرض نادي سموحه للظلم ونادي الزمالك خد البطوله. هنضيف على كده سموحه السنه دي برضو الزمالك طلعها برضو بظلم تحكيمي. يعني هي البطوله هي للزمالك يا بلاش، يعني بطوله كاس مصر هي للزمالك يا بلاش. ما بيشوفوش اصلا ان هم بيعملوا ظلم تحكيمي، بالنسبه لهم ده عداله تحكيميه. وبعد نتيجه امس الزمالك يضرب موعد مع التاريخ ويصل الى رقم لم يصل اي فريق مصري قبل ذلك، وهو الوصول الى المباراه رقم 12 في نهائي كاس مصر. اليومين دول نادي الزمالك بيحاول ان هو يهاجم كابتن محمد نصر المخرج، يعني هم مش لاقيين حاجه يعملوها، مش لاقيين حاجه يقولوها، بيهاجموا مخرج مباراه. يعني مش عارف هو حتى انتمائه هو اهلاوي، بس بتهاجموا ليه؟ يعني المخرج هيعمل لك ايه طيب؟ مخرج ولا معلق؟ والله معلق مباراه امبارح ما فصلش، مفيش داعي لذكر اسمه طبعا، ما فصلش. ونادي الزمالك ما اتكلمش، حتى البيلن بتاع كابتن عبد الله جمعه كان بيحاول يصحي ضميره بس ما قدرش للاسف. يعني كان بيحاول يصحي ضميره في الاخر بس ما سعفوش الحظ ان هو يصحي ضميره. وانتهت المباراه وخرج نادي مصر يحترم طبعا، ومدربه اسامه نبيه طبعا على دماغنا من فوق، فريق بالامكانيات دي ويلعب الزمالك. معلش الزمالك جاهز بدنيا. مباراه للنسيان من جانب نادي الاهلي اللي كان بيلاعب نادي ابو قير للاسمده، وفي كذا لاعب هنحط دايره حمراء عليه. لاعب بادجي، جيرالدو، شيخ وبادجي. طبعا لولا وجود لعيب زي وليد سليمان، واحنا بنطمن جماهير النادي الاهلي عليه ان هو بقى كويس الحمد لله، كان الامور اختلفت شويه. نادي ابو قير نادي المجتهد. النتيجه هدفين لكابتن وليد سليمان، هدف الاول ولا اجمل ولا اروع. لعيبه عالمي بمعنى الكلمه، روح الفانله الحمراء هي اللي بتلعب. الهدف الثاني بيلن صحيح مليون في المية بعد الرجوع للفار وطرد المدافع. هدف نادي ابو قير للاسمده. بنلاحظ في الفتره الاخيره ان كل العرضيات اللي بتتلعب على نادي الاهلي بتوصل للخصم. مش بنتكلم اذا كانت اهداف ولا مش اهداف، انا بتكلم ان اي عرضيه بتوصل للخصم. كسل بقى في المدافع ان هو ما بيطلعش مع المهاجم، قله تقدير للوقت. في النهايه كلها مستوى متدني وضعيف جدا لدفاع النادي الاهلي، بدليل الهدف اللي دخل هدف ولا يسوى حاجه. يسوى حاجه بالنسبه للدفاع، لكن هو هدف جميل جدا وخططي جدا وهدف ملعوب، وبنحيي نادي ابو قير الاسمده الهدف الجميل دوت. لكن في النهايه مش عرضيه ارضيه زي دي اللي تخش في نادي الاهلي، وما ينفعش يستقبلها من اول نقطه. المفروض ان في مدافع قدامه وفي مدافع وراه. المدافع اللي قدامه مين لازم يتحاسب بقى. هنتكلم بقى عن مستوى اللعيبه الضعيف شويه. بالنسبه لبادجي، هو بادجي مش عارف هو هيلعب في الاهلي ولا مش هيلعب في الاهلي. جيرالدو في مستوى متدني منذ وصوله للاهلي. كابتن احمد الشيخ بالتحديد اللي مستواه بيتذبذب ومش لاقي نفسه في نادي الاهلي. بصوا يا جماعه، للاسف كابتن احمد شيخ مهاري جدا، بس مش دي الكوره المطلوبه في الاهلي. الاهلي مطلوب منه ان هو ينقل الكوره بين اللعيبه بتاعته، الباص. كابتن احمد الشيخ هو مهاري، بس الكوره دي ما بتنفعش مع نادي الاهلي. نادي الاهلي بيحتاج اللعيب اللي عنده باص كتير، نسبه الباص بتاعته عاليه. ده اللعيب اللي بينجح في الاهلي. ما نختلفش ان ممكن يكون في شويه مهاره، بس مش المهاره اللي قايمه دايما. زي ان كابتن احمد الشيخ مش بيجي على نفسه في الالتحامات، بيحاول ان هو يبعد نفسه بطريقه او اخرى من الالتحام. وسبب تدني مستوى كابتن احمد الشيخ في المباراه دي بالذات هو عرض بيراميدز. بيراميدز بيقدم عرض لكابتن احمد الشيخ، وكابتن احمد الشيخ بيوافق، والموضوع دخل في عند مع كابتن سيد عبد الحفيظ، لانه هو تقريبا انهى
او شبه انهى الاتفاق مع نادي بيراميدز، الاتفاق المالي وكل حاجه، فاضل بس موافقه نادي الاهلي اللي هو مستناه كابتن احمد الشيخ. طلع دخل الموضوع في عند معاه مع كابتن سيد عبد الحفيظ وخلاص وقفوا الدنيا. طب انت احمد يا كابتن احمد الشيخ ما تدي شويه، تعالى على نفسك شويه، ممكن تروح نادي احسن، انت بتدور على الفلوس برضه بس. وبالمناسبه دي هو كان جايب العرض اللي فات برضه مع محمد فاروق ووافق. اللي رفض الصفقه هو بيتسو موسيماني. يعني موسيماني رفض الصفقه لان مش محتاج اللعيب ده في المكان ده. طبعا بنقول ان اتحاد الكوره بيحارب نادي الاهلي من وقت للتاني بسبب تعيينه لكابتن محمد فضل مشرف على لقاء القمه. خبر ملوش اي 30 لازمه، حاجه ملهاش اي لازمه. هنتكلم عن مباراه الاهلي والزمالك في دوري الابطال وهنقول لكم خبر حلو. نادي الاهلي منذ 2005 ده كان اول لقاء بين الاهلي والزمالك بالمناسبه في دوري الابطال، كان سنه 2005. فوز لنادي الاهلي بنتيجه 4-1. يعني اول مباراه كانت فوز نادي الاهلي 4-1. كان هدف كابتن عماد متعب وهدف محمد بركات في المباراه ديت، والهدف الوحيد للزمالك كان كابتن حازم امام. ثم مباراه العوده وفوز نادي الاهلي بهدفين محمد بركات. من سنه 2005 الى وقتنا هذا اكتساح للنادي الاهلي. ما فاز نادي الزمالك على نادي الاهلي في دوري الابطال ولا مباراه. ولا مباراه. اتكلم في دوري الابطال ما فاز عليه ولا مباراه. مباريات تعادل او فوز لنادي الاهلي بس. بنتمنى طبعا لكابتن كهربا الشفاء لانه عمل مسحه تانية النهارده واكدت انها ايجابيه. عدد الاصابات كتر قوي في نادي الاهلي الفتره اللي فاتت، اللي مش بيتصاب كده بيتصاب بالكورونا. ما اعرفش، وفي خلل معين، في عدم انضباط من اللعيبه. اللعيبه دي لازم يتقفل عليها شويه. ندخل بقى على فقره صوره بدون تعليق. ونختم طبعا اخبارنا بمباريات دوري ابطال افريقيا، ونقول ان اخر مباراه كانت بين نادي الاهلي والزمالك كان فوز لنادي الاهلي 4-2. سجل اهداف الاهلي كابتن وليد سليمان، احمد عبد الظاهر، احمد فتحي، محمد ابو تريكه. وسجل هدفي الزمالك عمر جابر واحمد حسن. طبعا اكتساح لنادي الاهلي في مباريات دوري الابطال. ننتقل بقى شويه اخبار كده سريعه ومتنوعه. نادي مانشستر سيتي بيصرف النظر عن التعاقد مع ميسي. خبر جاي حالا دلوقتي، كابتن وليد سليمان ايجابيه مسحه الكورونا، ربنا يشفيه يا رب ويكمل على خير. ده املنا في دوري الابطال، يعني دي الرابحه بتاعتنا. ربنا يستر يا رب ويشفيه يا رب، ويكون يا رب الخبر مش مؤكد، وتكون المسحه دي مش ايجابيه. اقصد المسحه الثانيه مش الاولى اكدوا انها ايجابيه. الثانيه يا رب تكون سلبيه باذن الله. الخبر الثالث معانا تحت عنوان الاحزان وبعد خيبه امل الموسم اللي فات والنتائج السيئه جدا، نادي الاسماعيلي بيبتدي الموسم الجديد بوديه مع كيلوباترا وبيخسر بنتيجه 2-1 تحت اشراف محمد ابراهيم. الخبر الرابع اللي معانا، وادي دجله في صفقه من العيار الثقيل والتعاقد مع جناح مانشستر سيتي السابق وغينيا بيساو جورجينيو يذكر ان هو خريج اكاديميه مانشستر سيتي ولعب في جميع اعمار الاكاديميه لحد 23 سنه. في نهايه حلقتنا النهارده بنشكر كل الناس الجميله اللي كانت معانا، ونتمنى يا رب ان احنا نكون اسعدناكم في لقاء الحلقه القادمه، والسلام عليكم ورحمه الله.